شايفين يا جماعه الست دي اغرب حاجه هتشوفها في حياتك. تعالوا معايا كده. عارف لو لقيتها والله العظيم عامله هيبقى كده بس انا الاقي. صوره مين ديت يا حاج؟ يا عم سيبنا في حالنا، انت مالك ومالنا؟ ما تجي يالا. حاجه غريبه. طب على فكره معلش ممكن لحظه بس استاذن؟ يا عم سيبنا في حالنا، انا معايا واحد قريبي. يا احمد يا ابو ابراهيم. يا استاذه حضرتك انا ممكن اساعدك. ايه المشكله؟ بس ازي حضرتك؟ الحمد لله. مفيش حاجه يا عم، صلي على النبي. عليك انتوا منين؟ الصلاة والسلام. انتوا منين؟ انا من محله كبيره. من محله؟ اجدع ناس. يا خجل. طب في ايه المشكله؟ انا شايفها قاعده زعلانه وبتعيط. معانا عيله تايهه، معاه عيله تايهه. مش بتتكلم. بقالها سنه ونص وانا مريضة سرطان اصلا، والدنيا عماله جايه عليا ونفسي الاقيها. نفسي اجيبها، هي بتاعت ربنا ما بتتكلمش. خلاص انا ممكن ربنا بعتني ليكوا يعني. ما تعرفش حاجه في حاجه، ما تعرفش ترجع. انا عمال الف هي تعبت. انا نايمه. قعدت وانا عمال انا نايمه في الشارع بقالي يومين في الشارع. طب خير يا جماعه، هو حضرتك اخوها؟ انا جوز اختها. اهلا وسهلا. وابنك؟ ده ابني. طب بنتك دي كام سنه؟ 23 سنه بس ما بتعرفش حاجه في حاجه. معاقه ذهنيه بتاعت ربنا. انا كنت محجوزه في مركز الاورام وسبتها عند اختي وصاحبه البيت، رمت لي حاجتي في الشارع، دورت عليها في كل مجامع البلاد مش لاقياها. انا نفسي الاقيها، نفسي انا اللي الاقيها. بس والله العظيم احنا بقالنا مده طويله عمالين ندور عليها ولفينا نفسي الدنيا الاقيها كلها وما فيش حد واقف جنبها. هو يعني ربنا سبحانه وتعالى، وانا كمان تعبان وبتعالج وباخد علاج وماشي معاها والله العظيم عشان ما تمشيش لوحدها. ما بتنام بننام في الشارع، هي تنام وانا اقعد احرس وعمالين ندور ونلف اهو، وعجلنا صور في كل حته وسالنا الدنيا كلها، واللي يقول لنا هنا نجري ويقول لنا هنا نجري. نفسي الاقيها. هي اسمها رانيا محمود عبد اللطيف. ايوه بس هي ما تعرفش اسمها، ما تعرفش تقول اسمها، ما تعرفش تقول حاجه. يعني هي ما بتمشيش حتى؟ لا هي بتمشي. بتمشي يعني هي معاقه ذهنيه، يعني هي معاقه ذهنيه، عقلها عامل لا طفل. عامل طفل ما تعرفش تتكلم. يعني هي اكيد دلوقتي مع حد. الله اعلم. اللي وصلنا بيه ان في ناس كده بتاخدها بيشحتوا عليها. يشحتوا بيه. وصل لك فين بقى الكلام ده؟ والله كتير قوي قالوا لي انا كتير قوي قالوا لنا هنا، وبرضه رحنا اسكندريه وقالوا برضه الشكل ده شفناه، وفي مصر في مطروح رحنا وصلنا لحد مطروح برضه قالوا نفس الكلام برضه، الشكل ده احنا شفناه، وكل ما حد يدينا معلومه نجري هنا وهنا، وهي ما عادش بتقدر تتحرك لا هنا ولا هنا، بس هي ساعات كده. هو والدها فين؟ انا سايبه والدها مطلقني بسبب اللي هي معاقه ذهنيه، مش معايا، مش موجود. المشكله ان والدها سايبها عشان ايه؟ مش راضي بحكم ربنا سبحانه وتعالى ان هو خلق طفل عيله سيئه عايشه اكتر من ربنا. معاقه دي ذنبها ايه؟ هو ربنا اللي معايا بس. بص هي لو بتتكلم كده عادي، يعني لو بتتكلم وبتمشي كده احنا يعني هترجع، عارفه اللي هي مش هنحزن عليها قوي كده، لكن هي من لا حول ولا قوه. يا جماعه بالله عليكم ما اظنش ان انا اتصورت في حياتي فيديو محتاج شير زي كده. عايزه خدمه والنبي وترجع لي بنتي، مش عايزه حاجه تانية، مش عايزه حاجه من ربنا الا العيله دي ترجع، لان هي ما تعرفش حاجه في حاجه، هي غلبانه وما تعرفش حتى تقول اكو، ما تعرفش تقول اي حاجه. انا ده اللي انا طالباه من ربنا بس. صورتها يا جماعه هتلاقوها دلوقتي قدامكم. رانيا محمود عبد اللطيف. الرقم ده للتواصل يا جماعه ظاهر قدامكم دلوقتي. امها ست لا حول ليها ولا قوه، نازله هي وجوز اختها بيدوروا عليها في الشارع. احنا لازم نشير الفيديو ده على قد ما نقدر. يا اخي الدل على الخير كفاعله. ممكن الشير بتاعك ده يكون سبب ان ام زي دي تلاقي بنتها اللي قلبها محروق عليها، بنتها اللي ولا حول لها ولا قوه ولا بتعرف تتكلم، بنتها المعاقه اللي مع اهلها وفي بيتها هتبقى في امان. محدش عارف البنت دي فين دلوقتي، بيستغلوها مين، بيشحتوا عليها، حد بيعمل فيها حاجه مش كويسه. عايزين نطمن عليها، امها عايزه تطمن عليها. شيروا الفيديو ده على قد ما تقدروا يا جماعه بالله عليكم.
انا اول مره اطلب منكم الطلب ده. شيروا الفيديو ده على قد ما تقدروا بالله عليكم يا جماعه، ان شاء الله نلاقيها. شكرا لكم يا رب. انا مش عايزك تزعلي وسيبها لله. ونعم بالله. ان شاء الله نلاقيها ان شاء الله. انتم منورين المنصوره الله والله. يستر معاك يخليك. انا اهم حاجه بنتي بس ترجع لي. انتم موافقين ان احنا نعرض؟ ايوه لا عايزه موافقين ان انت تعمله. موافقين نذيع الحلقه دي؟ لا انا عايزاك تذيع وبنتي ترجع لي. ان شاء الله هترجع لي ان الله شاء الله. ان يخليك، شاء الله يسترها الله معاك. اختك ان شاء الله رانيا هترجع لي. الله يخليك يا رب. ماشي. الله يسترها معاك. السلام عليكم. سلام.